بمناسبة رجوع المدارس كتير قوي بندور على وصفة عيش صحية نبقى مطمنين واحنا بنديها للولاد. النهاردة هوريكم ازاي تعملوا أحلى وألذ وصفة عيش بدقيق القمح الكامل، تبقوا مطمنين 100% وانتوا بتدوها لولادكم. هقولكوا كمان على المكون اللي بيخلي العيش يطلع نفس شكل اللي بنجيبه من بره وطعم أحلى كمان. أنا نسمة، لو أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدأ على طول. اول حاجه تعالوا نشوف المكونات اللي احنا محتاجينها. هنحتاج كيلو دقيق قمح كامل، تقدروا تخلطوا بين الدقيق القمح الكامل والدقيق العادي، بس انا النهارده هعمله كله بدقيق القمح الكامل. هحتاج 200 ملي ميه اللي هم كوبايه ميه تقريبا، بس مش هزودها مره واحده، هزود بالتدريج واشوف العجينه محتاجه قد ايه. هحتاج كمان 200 ملي حليب اللي هي كوبايه حليب، وعلشان دقيق قمح الكامل بيكون فيه شويه مراره كده من الرده، فاحنا بنحتاج حاجه حمضيه عشان تعادل الطعم ده وما يديناش مراره في الاخر. فهستخدم هنا عصير ليمونة، هزوده على كوباية الحليب وهسيبهم على جنب لحد ما اجي اعجن العجينة. هحتاج كمان بيضة، معلقة ونص كبيرة خميرة فورية، معلقتين صغيرين ملح. والملح مش بس عشان يدي طعم للعيش، هو كمان بيدي قوة للعجينة وبيخليها ماسكة نفسها كويس. هنحتاج كمان 3 معالق كبار زبدة، ونقدر نستبدلها بزيت عادي مفيش مشكلة. والسر بقى اللي بيدي للعيش البني اللون والشكل التحفة اللي احنا بنحبه كلنا هو العسل الاسود. هحتاج ربع كوباية عسل اسود، وهي دي اللي بتديله اللون والشكل اللي احنا متعودين عليه. عشان كده بنقول دايما انه العيش الجاهز اللي هو المفروض نجيبه للدايت هو مش دايت ولا حاجة. اغلب الاماكن بتستخدم دقيق عادي مش دقيق قمح كامل ولا حاجة، بيزودوا له عسل اسود والوان، ففي الاخر ما بيبقاش ليه اي فايدة، هو شكل بس. وعلشان نقوي اللون هنحتاج معلقتين كبار كاكاو خام من غير سكر. هبتدي بقى انزل الحليب اللي مزودين عليه الليمون، هنزل عليه العسل الاسود، نص كمية المية مش كلها. هزود الخميرة وهقلب وهسيبهم على جنب 10 دقايق. بعد كده بقى هبتدي انزل الدقيق، هزود عليه البيضة، الكاكاو، وهبتدي انزل خليط الخميرة اللي عملته. هنشغل العجان ونبتدي نزود المية بالتدريج. هبتدي اعجن لحد ما العجينة تلم كده. في المرحلة دي هزود الملح. لاحظوا ان احنا بنزودش الملح غير لما الخميرة تختلط بالعجينة كلها. هبتدي اعجن وابتدي انزل كمية الزبدة او الزيت اللي بتستخدموها بالتدريج. في الاول هتحسوا انها مش بتندمج مع العجينة، بس بعد شوية بتدخل في العجينة وبتخليها طرية جدا. هنفضل نعجن تقريبا 10 دقايق لحد ما اوصل للقوام والشكل ده. بصوا العجينة بتمط معايا، ده معناه ان الجلوتين اشتغل وانه كده العجينة تمام. هنقلها بقى في بولة مدهونة زيت، وهغطيها كويس وهسيبها تقريبا ساعة ونص عشان تتخمر. وخلوا بالكم ان دقيق القمح الكامل بياخد وقت اطول من الدقيق العادي عشان يتخمر. بصوا ده شكلها بعد ساعة ونص. هخرج منها الهواء وهبتدي بقى اقسم العجينة. انا النهاردة هعمل الشكلين اللي شفتوهم في اول الفيديو، البيتي بان او العيش الصغير، وهعمل الرولز او اللي هي العيش زي الكايزر كده بس صغيرين قوي، عشان دول اكتر شكلين مناسبين للمدرسة. اول شكل البيتي بان او العيش الصغير، عشان بس الهدف ان انا اعمل عيش شكل اللي جاي من بره بالظبط، فانا هستخدم الحاجات اللي تخليه يطلع نفس الشكل بتاع بره. لو هتستخدموا الميزان يبقى كل كورة وزنها 60 جرام. هبتدي اعجنها كويس قوي كده والمها على شكل كورة واحطها على جنب. هخلص الكمية كلها وهغطيهم وهسيبهم نص ساعة يرتاحوا. الشكل التاني اللي هو الرولز او اللي زي الكايزر دوت، وزن الكورة الواحدة 50 جرام. بس الشكل التاني ده على طول هستخدم صينية مربعة او مستطيلة او اي شكل تحبوه، احط فيها مفرش سيليكون احسن حاجة، عشان لو مش متأكدين ان نوع الورق كويس ما تحطوش ورق زبدة. هبتدي ارصهم كده واسيب مسافة عشان لما يتخمروا هيملوا الصينية، وهغطيها وهسيبها برضو نص ساعة. نرجع بقى للعيش البيتيبان. هاخد كل كورة هفردها بالشكل ده، وهبتدي الفها رول كده، وانا بلف هقفل كويس قوي، وهاجي للطرف هقفله كويس جدا عشان ما يفتحش في الفرن، واقفله من فوق ومن تحت، واتاكد ان هو اتقفل تماما. والحجم ده مناسب جدا ونفس مقاس البيتي بان اللي بيجيبوه من السوبر ماركت او من الفرن او من اي مكان. وعشان نطلع العيش زي اللي بنجيبه من بره هستخدم الصينيه المخرمه دي بتاعه العيش الفينو، بتديله شكل حلو قوي وبتسويه حلو جدا.
لو مش موجودة هنستخدم عادي صواني عادية بس يكون عليها سيليكون او ورق زبدة من نوع كويس تكونوا عارفين انه مش هيلزق في العيش. هبتدي بقى ادهنها نقطة زيت كده عشان العيش ما يلزقش فيها، وابتدي ارص العيش بتاعي واغطيه واسيبه نص ساعة كمان. ده شكلهم بعد النص ساعة. هبتدي بقى ادهن العيش كويس قوي ببيضة عليها معلقتين مية او لبن اي حاجة، هدهنه كويس قوي. وعلشان نزين العيش ونديله نفس الشكل بتاع الجاهز هنستخدم حبوب شوفان وبذور شيا. هبتدي ارش بقى على وش العيش كده وهو لسه مدهون بالبيض عشان يمسك فيه. بصوا شكله يجنن. هندخله بقى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200، بياخد من 10 ل 12 دقيقة، ما تطولوش عليه السوا عشان ما ينشفش. ده شكله اول ما طلع من الفرن. بصوا طري ازاي، طري جدا وهش وشكله تحفة. انا متعودة دايما لما اكون عاملة مخبوزات وعايزاها تفضل طرية لازم اغطيها شوية اول ما تطلع من الفرن، لما بنسيبها مكشوفة بتنشف. بصوا بقى الشكل عامل ازاي، نفس شكل اللي بنجيبه من بره، طري ريحته تجنن. بصوا بقى من جوه شكله عامل ازاي، مستوي كويس جدا. اظن مفيش اي فرق بينه وبين الجاهز. الكمية دي عملت 30 رغيف من الحجم ده، تقدروا تعملوها اخر الاسبوع وتسيبوها في الفريزر وتستخدموا منها طول الاسبوع. تقدروا بقى تعملوا اي سندوتشات. استخدمت هنا جبنة واستخدمت لانشون فراخ مدخن انا عاملاه في البيت، وزودوا بقى الخضار اللي تحبوه وبالهنا والشفا. شكله نفس اللي بنجيبه من بره، طعمه حلو جدا، قيمته الغذائيه عاليه جدا لان احنا مستخدمين مكونات جودتها عاليه، مستخدمين فيه بيض وحليب وعسل اسود، فمغذي وحلو جدا. جربوه، متاكده انه هيعجبكم. بس كده، لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للاخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه. اشوفكم الفيديو الجاي.